دخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش على خط الحملة غير المسبوقة التي تشنها جماهير محسوبة على فريق الرجاء البيضاوي ضد رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي لقجع من خلال تداول هاشتاغ لقجع فاسد، والذي انتشر كالنار في الهشيم في الساعات الأولى من إطلاقه ليصبح ترند في كل من المغرب والجزائر. إذ قال أخنوش في رده على أحد الصحفيين الذي سأله عن موقفه من هذه الحملة التي تستهدف أحد وزرائه في الحكومة، جاء رده كما يلي إذ قال: التاريخ لا يعترف إلا بالإنجازات، والسيد فوزي لقجع رجل دولة مسؤول وحكيم وناجح في عمله، ومن الطبيعي أن تتم مهاجمته ومحاولة المساس من قيمته كما حاولوا معي وفشلوا. الحملات الفيسبوكية موجة عابرة لن نعطيها أكثر من قيمتها.